خلاص. شكلها متجوزة وحطوا ايموجي على شكل خروف. هجوم شرس وانتقاد. بعد أول مرة بتعلن شيماء سيف حبها لأحمد عز خلال تهنئتها له بعيد ميلاده بعد عملهم سويا في مسرحية ملك والشاطر. الدلوعة الشقية أم دم خفيف شيماء سيف، خاصة بعد ظهور الفنانة شيماء سيف بظهورها الجديد وفقدت الكثير من وزنها بعد ما أعلنت إنها خضعت لعملية تكميم معدة. وبعد عمل الفنانة شيماء سيف في مسرحية ملك والشاطر مع الفنان أحمد عز والفنانة يسرى، طلت علينا بمقطع فيديو واللي ظهرت من خلاله شبهها جميع رواد مواقع التواصل وأيضا الفنانين بإنها السندريلا. وظهرت في مقطع الفيديو وهي خاسة جدا خلال كواليس مسرحيتها ملك والشاطر واللي اتعرضت بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض. وحققت المسرحية نجاح كبير وسط استقبال كبير من الشعب السعودي. وبعد العمل اللي جمع الفنانة شيماء سيف بالفنان أحمد عز، وخلال احتفال الفنان أحمد عز بعيد ميلاده اللي بيوافق 23 يوليو 1971، ونشر عز ستوري على حسابه على تطبيق الانستجرام ببعض التهنئة من أصدقاء المقربين وأيضا من خارج الوسط الفني. وأعاد منشور تهنئة الفنانة شيماء سيف واللي ظهر بصورة بتجمعهم خلال عملهم في مسرحية ملك والشاطر، خاصة بعد حرص الفنانة شيماء سيف على تهنئتها ليه على حسابها على تطبيق الانستجرام. وكتبت على الصورة كلام يثير حالة من الجدل، وكتبت كل سنة وانت طيب يا حبيب القلب من جوه يا أطيب قلب، وحطت ايموجي قلوب. مش عايزين غيرها يا بنات، أيوة بيحبني أنا وانتوا لأ. وحطت ايموجي بتغيظ من خلاله البنات. وبرغم عفوية الفنانة شيماء سيف وانها مسحت الفنان أحمد عز وقالت له انها بتحبه من كل قلبها، خاصة ان هم اشتغلوا سويا في مسرحية ملك والشاطر، إلا ان الأمر لم يمر مرور الكرام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واللي هاجموها بشراسة. وانهالت بعض التعليقات الشرسة واللي منها لما تكوني متجوزة وحطوا ايموجي على شكل خروف. وتعليق آخر مش المفروض حبيب القلب ده يبقى جوزها. وتعليق تاني هو جوزها ما بتأثرش بالكلام ده، ما ينفعش نقول كل سنة وانت طيب من غير تجويد واحنا لا بنغير ولا نيلة. وعن تعليق آخر ماذا عن زوجك يا مدام، هي مش مرأة متزوجة أو أنا غلطانة؟